سألتوني قبل كده لما طلعت وقلت لكم مربى الحليب نقدر نلونها من اللون الأسود بتكون أفضل من الكريمة للكتابة على الكيك أو للرسم على الكيك، بتكون أفضل بكتير من الشوكليت ومن الكريمة السوداء. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا ديزاين جديد وديزاين مختلف شوية. شاركته معاكم قبل كده في بوست، والديزاين دوت كنا راسمين وكاتبين عليه باللون الأحمر. النهارده بقى هقولك ازاي تقدري ان انتي تلوني لون احمر وتكتبي بيه على الكيك وترسمي بيه على الكيك بدون اي اضافة كريمة بيضة تحتها عشان تعملي عازل، عشان احنا عارفين اللون الاحمر او الالوان الغامقة عامة بتسيل بعد كده على الكريمة. النهاردة ان شاء الله باذن الله المشكلة دي انا هحلها لك 100%، ومش هتقابلك اي مشكلة بعد كده بالنسبة لاي لون انت حابة تكتبي بيه على الكيك او تلوني بيه على الكيك. النهارده كده معايا كيك مقاس 12 زي ما انتم شايفين. الكيكه انا جلستها وكنت في البدايه بختبر ايدي كده وبختبر نفسي علشان الديزاين دوت جديد شويه ومختلف، وحبيت اشوف القمع اللي انا حطيته هيديني نفس الفكره ولا لا. لقيت الدنيا معايا تمام وكويس جدا. فبعد كده جلست معايا الكيكه زي ما انتم شايفينها، وما فرقش معايا ان انا اظبط الحواف الحاده بتاعتها لاني اصلا انا مش محتاجه هنا في التورته دي حواف حاده. زي ما انتوا شايفين كده القمع دوت القمع بتاع البسكوت. ان شاء الله لو عايزيني بعد كده ابقى اشارك معاكم السلسله بتاعه النواعم، وابقوا عرفوني تحت في التعليقات. خلونا دلوقتي في الديزاين. ده قمع البسكوت، في قمعين للبسكوت، في قمع 3 دي وفي قمع عادي. ده القمع العادي عشان احصل على شرشره اكتر كده، دي الشكل اللي انا محتاجاه. زي ما انتوا شايفين كده انا باخد كده الكريمه والقمع بنزل بيه من تحت لفوق، وببتدي ان انا اعمل بيه دوران كده زي ما انتم شايفين. وهنا كنت لونت الكريمه بتاعتي، وببتدي اني انا اشوف الخط بتاعها هيكون كويس معايا، ولا الفتحه بتاعت الكيس محتاجه ان هي تكبر، او يعني من الاخر كده كنت بضرب ايديا فيها. عشان كده بقولك انت قبل ما تشتغلي على الكيك او قبل ما تكتبي عليها لازم تضربي ايديكي في حاجه بره. انا هو شغاله في الموضوع على طول، بس برضو عشان انا لسه حاطه الحاجه في الكيس لازم اشوف الفتحه مناسبه ليا ولا لا. وعايزه اقول لكم كمان ان الكريمه دي مش كريم شانتيه ولا كريمه زبده. فاكرين الكيك اللي انا كتبت عليها باللون الاسود ورسمت عليها قلوب باللون الاسود، وساعتها قلت لكم انا كنت مستخدمه هنا مربى حليب ولونتها باللون الاسود، لقطت اللون معايا على طول وكانت جميله جدا، وكانت احلى كمان من الكريم الشانتيه واحلى كمان من الشوكليت بكتير. جات لي بقى متابعه قالت لي طب هو ينفع ان احنا نلون مربى الحليب دي باللون الاحمر؟ هتلقط معايا اللون؟ بصراحة أنا قلت لها أكيد إحنا بنتكلم كده على الألوان الغامقة أو الألوان المخملية، فأكيد هتلقط معانا، بس أنا مش متأكدة لأني أنا ما جربتش فيها اللون الأحمر. فاستني ما تعمليش باللون الأحمر غير لما أنا أجرب وأقولك ينفع ولا لأ. وأنا هو جربت وبقولك لأ ينفع جدا جدا. عايزة أقولك إن اللون الأحمر الغامق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ما خدش مني غير نقطة واحدة، وحصلت على لون غامق قريب للون النبيتي كمان. يعني ما شاء الله اللون اداني غامق قوي، وحطيت كميه مربى حليب عليها عشان افتح في اللون شويه. عايزه اقول لكم ان هو بيلقط الالوان الغامقه بطريقه فظيعه، تقدري تحطي عليه اي لون انت حابه تطلعيه هيطلع معاكي بنفس اللون. وده عن ثقه، وانا بقولك ما تعمليش حاجه غير لما انا ابقى واثقه فيها، وانا بقولك انا جربت ده وانا واثقه فيها مليون في الميه. زي ما انتوا شايفين انا كتبت على الكيك بطريقه عشوائيه. زي ما انتوا شايفين كمان الكتابه طالعه ونازله، وحبيت كمان اعمل فيونكات زي ما العميله كانت طالبه مني بالظبط. الحمد لله طلعت لها الاوردر زي ما هي كانت عايزه، وبقت مبسوطه بيه جدا. عايزه اقول لكم كمان احنا كنا بنخاف من الكريمه او بنخاف من الشوكليت عشان بعد كده بتنشف معانا وبتشقق معانا وما بنعرفش نتعامل بيها. دي حليناها، وبالنسبة دي الكريمة بتسيل معانا ان شاء الله برضو دي هتبقى تحفة بالنسبة للبنات اللي بتشتكي من التسييل. طب عايزة اقول لكم كمان انا الكيكة دي كنت بعملها يوم الخميس وسلمتها يوم الجمعة عشان برضو اتأكد واشوف هل فعلا اللون هيسيل معايا ولا لا، ولا اي حاجة. كانت الكيكه تحفه ومفيش اي تسهيل، وهسيب لكم الريفيو بتاع العميله. الحمد لله التورته عجبتها جدا وطلعت زي ما هي كانت عايزه وبقت مبسوطه بيها، وبعتت لي الريفيو بتاعها هسيبه لكم في اخر الفيديو. وهنا في الاخر خالص كنت بحط عندي الشمعه ومربوط عليها الفيونكه زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله. طبعا ما كانش متوفر عندي غير الشمع دوت، ده شمع بتاع الاسبوع اصلا مش الشمع بتاع اعياد الميلاد، بس اخترت لون يعني ما يبقاش باين خالص وما يبقاش ملفت. هي المفروض الشمعه تكون كمان حمراء، بس شغلت الموضوع لان الاوردر جالي كده مستعجل.
لو عجبكم فيديو النهارده هستنى تسيبولي رأيكم تحت في التعليقات، خاصة في فيديو النهارده عشان حابة اعرف رأيكم في التورته ديت. وكمان لو عجبكم فيديو النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.